اليوم نموذج من نماذج في واحدة من أكثر الدول تطوراً في التعليم وأسرع الدول تطويراً للتعليم، وهي كوريا الجنوبية. مدرسة جايسونغ Elementary School. طلبة أولى ابتدائي مسؤولين عن نفسهم هنا، بياخذوا الصينية الصحن. ولاحظوا أن الطابور بدون وجود حتى المسار، لا يوجد مسار، ولكن كل واحد واقف في طابوره. هذه أسماء الطلبة، فكل طالب بياكل في نفس المكان يوميا، والسبب اللي بيسووا كده أنه يخلوا في علاقة بين الطالب وبين مكان أكله فيحافظ عليه، فبالتالي يحافظ على الكرسي ويحافظ على الطاولة، لأنه حيجي يأكل في نفس المكان ثاني يوم وثالث يوم، فبالتالي هذا حيفضل مكانه لمدة عام كامل، فبالتالي يحافظ عليه. يمسح هنا بواقي الأكل، ملاعق، العصاية أو الشوب ستيكس حقتهم، ويحطوا ودول أولى ابتدائي. سبحان الله، هنا تشوب ستيكس، كله حاطط شوب ستيكس هنا معالق، كله حاطط ملاعق هنا في احد حاطط شوب ستيكس هنا؟ طيب في احد رامي هنا شيء، منديل ولا رامي حاجه غير اللي المفروض انها تتحط هنا؟ ما ارى اي فرق بين اولى ابتدائي في كوريا ولا اولى ابتدائي في اليابان ولا اولى ابتدائي في اي دوله عربيه ولا اولى ابتدائي في افريقيا ولا في. القدرات هي اللي يفرق التنظيم واراده المدرسه انه تسوي هذا النظام وتعلم الاولاد من بدري، وتعاون الاهل في أنه هذه الأشياء اللي تعلموها هنا مو يروحوا البيت يخربوها. قدوات هؤلاء هم هؤلاء. فالأستاذ هو أول المطبقين للنظام اللي دوبنا شايفينه. الأولاد قاعدين يشوفوا الأستاذ القدوة، فكما يكون الأستاذ يكون التلاميذ. 300 طالب تقريبا كلهم بلا استثناء، لما يخلصوا انظروا ماذا سيفعلوا. تفريش الأسنان هذا أمر عادي اعتيادي من يومه الدراسي اليومي، موضوع تفريش الأسنان. فهنا هذا الاختراع جديد ما شفناه قبل كده، ففي جيد. تعقيم فرش الأسنان عشان ما يكون عليها ميكروبات لو تركت في الهواء الطلق. أنت بتتكلم على مئات الطلبة، فكيف تحافظ على الهايجين وعلى الصحة وعلى النظافة؟ تضعها في علب أو هذه الصناديق المعقمة، وكل صندوق عليه العمر، 6 ابتدائي هنا مثلا، واسم الفصل، 3 ابتدائي، أولى ابتدائي عندهم فرش اسنان. تفتح، وهذه فرش حقون أولى ابتدائي الظراف. بعدين كله منظم، يعني بيقول لي كل واحد عنده رقمه، مو بس يحط الفرشة في أي مكان. الطالب ده دائما في رقم 12، خلص يحطها رقم 12. موضوع المنظومة التعليمية أنها لا تخرج من الأخلاق، وأنه ليس فقط تكنولوجيا. لا يكفي أنه نعلم الطلبة بالآيباد في الفصول إن لم نعلمهم الاحترام والأدب والأخلاقيات التي تبنى بها الأمم. الأمم لا تبنى بآيبادز، الأمم لا تبنى بتكنولوجيا، الأمم تبنى بالتوازي، التكنولوجيا والتقنية والعلم على قاعدة الأخلاق.